اهلا بيكو، والنهارده هنتكلم على انتقال صلاح للدوري التركي. هتخرج من الحلقه دي عارف هل الاختيار ده كان صح ولا غلط، لان ببساطه شديده الحلقه دي هي مقارنه بين موسم صلاح اللي فات مع ليفربول وارقامه الفرديه الموسمين اللي قبلهم. هنحطهم مع بعض نشوف هل صلاح بيقدر يحافظ على مستواه ولا في دروب كده مرعب ما يخلوش يستحمل يلعب سنتين 3 كمان في البريمير ليج. مفيش شك طبعا ان الموسم مش المنقضي، لا اللي قبليه كان استثنائي لمحمد صلاح. صلاح قدر في 38 ماتش انه يسجل 29 هدف ويصنع 18. اما الموسم المنقضي فالراجل لعب 27 ماتش بس، سجل 7 وصنع 7. المقارنه دي كده لوحدها مش عادله، لان موسم 24 25 كان استثنائي لمحمد صلاح. بس لما هنمسك مواقف ارقامه الفرديه في 23 24 24 25 25 26 هيبان فرق واضح. كل رقم هنذكره النهارده هيبقى بمعدل ال 90 دقيقه، يعني لو جاب جون او صنع او شاط على الجون او الكلام ده كله بير 90 مينتس، لانه مش طبيعي ان انا هقارن 3300 دقيقه في الموسم الاستثنائي بتاعه ب 2100 دقيقه في الموسم المنقضي. نبدا اول حاجه بالتهديف. في موسم 23 24 معدل اهداف صلاح خلال ال 90 دقيقه كان 0.64، في الموسم الاستثنائي 24 25 كان 0.77. لكن تتخيل بقى في الموسم المنقضي السيء جدا لليفربول المعدل ده نزل ل 0.29، يعني معدل اهداف صلاح تقريبا نزل بمعدل 62%. يا سيدي حتى لو ما قارناش 25 26 ب 24 25 وقارناها ب 23 24 برضو انحدار تقريبا بنسبة 55%. فاحنا هنا قدام تراجع واضح في الانتاج التهديفي. بس السؤال هنا، هل صلاح بس بقى بيضيع اكتر ولا اصلا الفرص اللي بتجيله هي نفسها اللي قلت؟ عشان اجاوبك على السؤال ده لازم نروح للاكسبكتد جولز، الاهداف المتوقعه على مدار ال 90 دقيقه لمحمد صلاح في الثلاث مواسم. موسم 23 24 الاكسبكتد جولز لمحمد صلاح على مدار ال 90 دقيقه كانت 0.75، يعني اقل يعتبر هدف الا ربع. موسم 24 25 اللي هو كان موسم استثنائي كان معدل 0.68. اما بقى الموسم السيء ففي انحدار، متوقع اهداف لصلاح كانت 0.34، يعني تقريبا المعدل انخفض مقارنه بموسم 23 24 بنسبه 55%. وبالتالي مشكله صلاح مش انه بس ما بقاش يقدر يحول الفرص لاهداف، كده بقت المشكله ان هو بيوصل اقل والجوده نفسها اقل كمان. وبصراحه كده النقطه دي بالذات هي بتفسر لي موسم صلاح السيء اللي فات مع ليفربول. طيب سؤال مهم، هل ضربات الجزاء مؤثره في الرقم ده؟ والله خلينا نشوف. ممكن ناخد ارقام صلاح non penalty expected goals، يعني الاهداف المتوقعه بنشيل منها ضربات الجزاء. موسم 23 24 النون بينالتي اكسبكتد جولز لصلاح كانت 0.56، موسم الاستثناء 24 25 كان نفس الرقم 0.49، والموسم السيء اللي فات 25 26 كانت 0.31. فالاجابه ان هي برضو نفس القصه. حتى بعد ما شلنا الارقام وضربات الجزاء يظل ارقام صلاح من الاهداف المتوقعه من لعب مفتوح ضعيفه جدا. طب خلينا نسال سؤال تاني، هل المشكله في عدد التسديدات؟ خلينا نشوف. موسم 23 24 صلاح كان تقريبا بيسدد 4 كور 4.05 تسديده خلال ال 90 دقيقه. موسم 24 25 الرقم ده قل شويه بقى 3.46. اما الموسم السيء 25 26 الرقم ده نزل لغايه 2.85. يعني لو هنقارن موسم 25 26 المنقضي بالموسم 23 24 فالرقم قل بنسبه 30%، وده رقم صعب جدا. بس استنى، ده في رقم كمان اخطر. بس قبل ما اقوله لك ما تنساش السبسكرايب واللايك والكومنتات عشان نتناقش في الارقام اللي انا بقولها لك دي، وفي الاخر نوصل هل صلاح يوصل كان يروح الدوري التركي ولا كان ممكن يأدي سنتين في البريمير ليج. وما تنساش طبعا الشاي السخن المتين بتاعك عشان تركز معايا. الرقم الاخطر هو الشوتس اون تارجت، يعني التسديدات اللي على المرمى. موسم 23 24 كانت نسبة تسديد صلاح على المرمى خلال 90 دقيقة 1.99، يعني تقريبا تسديدتين على المرمى في الماتش الواحد. موسم 24 25 الرقم ده نزل شوية لحد تسديدة 0.63. اما الموسم السيء اللي لسه خلصان 25 26 فالرقم ده نزل لحد 0.80. يعني برضه لو هنقارن 25 26 وسيبك من الموسم الاستثنائي، هنقارن 25 26 ب 23 24 فالرقم ده نزل بنسبة 60%. يعني بالمختصر المفيد التسديدات نفسها قلت بنسبة 30%، والتسديدات اللي وصلت لحد المرمى او الاون تارجت نزلت بنسبة 60%. وده يقودنا لمقارنة تانية،
تسديدات صلاح اللي اتحولت اون تارجت دي البرسنتج بتاعتها قد ايه؟ نبدا بموسم 23 24. نسبه التسديدات اللي اتحولت على المرمى كانت 49%. موسم 24 25 نفس التسديدات انتهت الى رقم 47%، انحدار بسيط. اما موسم 25 26 فالرقم ده نزل لحد 28%. وده اللي بيخليني اقول لك ان موضوع الوان سيزون وندر او الموسم الاستثنائي اللي عمله صلاح اللي هو 24 25 لو حتى عايز تشيله من الحسابات وتقارن 23 و 24 ب 25 26 لا في انحدار كبير جدا. انت بتتكلم في الموسم الاستثنائي 49% من تسديداته بتروح على المرمى، الموسم 23 24 47% من تسديداته بتروح على المرمى، الموسم السيء ده انتهى ان نسبه تسديداته بتروح بنسبه 28% على المرمى. انحدار صعب جدا. وده برضو ياخدنا الرقم تاني، الاكسبكتد جولز اون تارجت، يعني الاهداف المتوقعه من التصويبات اللي راحت على المرمى. الرقم ده مهم لان في فرق بين الاكسبكتد جولز الاهداف المتوقعه والاكسبكتد جولز اون تارجت الاهداف المتوقعه من التسديدات اللي على المرمى. لان الاكسبكتد جولز اون تارجت بياخد في معاييره جوده مكان التسديده على المرمى بعد ما اللاعب سددها. الموضوع معقد شويه بس خلينا اشرح لك ببساطه. خلينا اديك اكزامبل هادي شويه. اللاعب ممكن ياخد فرصة قيمتها expected goals 0.20. امشي معاه للآخر. يعني توقع انه يسجل من الفرصة دي 20%. بيشوط من مكان صعب في الملعب فنسبة 20%. لكن يسددها بشكل رائع على المرمى في زاوية صعبة على الحارس فتبقى قيمتها أعلى. وده الاكسبكتد جولز اون تارجت. خلينا ناخد أرقام صلاح في 3 سنين ونقارنها. مثال موسم 24 25 الاكسبكتد جولز بتاعت صلاح كانت 0.68 لكن الاكسبكتد جولز اون تارجت كانت 0.77. يعني بالبلدي تنفيذ صلاح للفرص بيحقق او بيعلي رقمها. في موسم بقى 25 26 السيء الاكسبكتد جولز كانت 0.34 والاكسبكتد جولز اون تارجت 0.30. يعني بدل ما جودة التسديدة بتزود قيمة الفرصة بل بالعكس دي قلت شوية. وموسم 23 24 كان الاكسبكتد جولز 0.75 والاكسبكتد جولز اون تارجت 0.65. يعني رقميا في الثلاث مواسم دول لما قارنا الاكسبكتد جولز بالاكسبكتد جولز اون تارجت كده معناه ان موسم 24 25 كان فعلا موسم استثنائي لمحمد صلاح. موسم استثنائي في الفينش بتاع الفرص اللي المفروض تبقى محققه على المرمى. لكن الموسم اللي لسه خلصان 25 26 الفينشنج نفسه بقى فيه مشكله. بقى لي دقيقتين بشرح في الحته دي وهي معقده جدا بس لو عايز الخصها لك كده في الاخر اقول لك ان من الاخر الفينش بتاع صلاح كان في الموسم حتى الاستثنائي او 23 24 كان جيد جدا. السنه دي من الفرص اللي هي المفروض تتوقع على اهداف الفينش نفسه ضعيف قوي. ولو عايز تقارن الفينش برضو في حاجه تانية ممكن نقارنها هي عدد اهداف صلاح مقارنه بالاكسبكتد جولز المتوقع ان هو يسجلها. موسم 23 24 الاكسبكتد جولز بتاعت صلاح كانت 0.64 خلال 90 دقيقه من 0.75 اكسبكتد جولز، فمعناها ان صلاح كان بيسجل شويه اقل من المتوقع. موسم 24 25 نسبه تسجيل صلاح للاهداف كانت 0.77 زي ما ذكرنا من شويه. الاكسبكتد جولز في نفس الموسم كانت 0.68. يعني بالبلدي صلاح كان بيعمل اوفر بيرفورمانس، كان بيسجل اكتر من المتوقع تسجيله. لكن الموسم المنقضي 25 26 الموسم السيء معدل تسجيل صلاح للاهداف 0.29 من اصل كام اكسبكتد جولز 0.34. فبرضه للمره الثانيه صلاح بيسجل اقل من المتوقع. في سؤال تاني ليه رقم وعايز اشرحه لك، هو هل صلاح بقى بيسدد من بعيد؟ خلينا اشرح لك الرقم ده هيوصلنا لايه في الاخر. موسم 23 24 صلاح صوب 114 تسديده منهم 92 كانوا من جوه منطقه الجزاء. يعني بتتكلم في 81% من التصويبات او من التسديدات بتبقى من جوه منطقه الجزاء. انما موسم بقى 24 25 صلاح صوب 119 تسديده من جوه منطقه الجزاء من اصل 130. يعني بتتكلم في 92% وده رقم مرعب جدا. ده في الموسم الاستثنائي اللي اتكلمنا عليه. انما بقى الموسم المنقضي صلاح صوب 57 تسديده من جوه منطقه الجزاء من اصل 68. يعني بتتكلم في 84%. معنى بقى الحته اللي فاتت دي ايه؟ ان الموسم اللي خلص ده نسبة التسديدات اقل حتى من الموسم الاستثنائي وده طبيعي بس ستيل اعلى من موسم 23 24 اللي صلاح كان فيه مميز. فبالتالي ما ينفعش نقول ان ارقام صلاح المنهارة دي السبب فيها انه بقى واقف بره منطقة جزاء وبيشوط كرات عشوائية. والحتة دي مهمة شوية لانه منها هنروح لرقم تاني وهو لمسات صلاح جوه منطقة جزاء الخصم، التاتشز ان اوبوزيشن بوكس. موسم 23 24 صلاح كان تقريبا بيلمس الكوره 9.20 لمسه في 90 دقيقه في الماتش الواحد.
موسم الاستثناء 24 25 كان بيلمسها تقريبا 10 بوينت حاجه، يعني 10 لمسات جوه منطقه الجزاء في 90 دقيقه. انما الموسم السيء بقى اللي هو المنقضي 25 26 يعتبر كان بيلمسها 7 مرات او 7 لمسات في 90 دقيقه، يعني برضو رقم اقل. يعني لو هنقارن الموسم المنقضي 25 26 بالموسم الاستثنائي 24 25 فالرقم ده قل بنسبه 25% عدد اللمسات جوه منطقه الجزاء، ومقارنه بموسم 23 24 فالرقم قل بنسبه 15%. وده بقى بيفسر لنا جزء كبير من الاكسبكتد جولز وارقام صلاح في الموسم اللي انتهى ده. صلاح نفسه بقى موجود اقل جوه منطقه الجزاء، وطبيعي لما يقل دخولك جوه منطقه الجزاء ولمساتك جوه منطقه الجزاء تقل فرص تسديدك على المرمى في العدد والخطوره. بس الرقم ده بقى او الفكره دي عكس حاجه تانية مهمه برضو لازم نذكرها، وهي اجمالي لمسات صلاح عامه خلال 90 دقيقه. وهنا ما بنتكلمش بقى على لمسات جوه منطقه الجزاء، احنا بنتكلم على لمسات عامه على مدار 90 دقيقه في اي مكان في الملعب. ركز بقى في الحته دي عشان هتفسر لك حاجه مهمه قوي. موسم 23 24 صلاح تقريبا لمس الكوره في خلال 90 دقيقه كمعدل 52 بوينت حاجه، وفي الموسم الاستثنائي 24 25 كان بيلمسها تقريبا بمعدل 49 لمسه في الماتش الواحد. موسم المنقضي السيء 25 26 صلاح كان بيلمس الكوره خلال ال 90 دقيقه 55 لمسه، يعني اعلى من الموسم الاستثنائي واعلى من موسم 23 24. وهي دي بقى الفكره، صلاح مش مختفي، صلاح بقى بيشارك في صناعه اللعب اكتر، ووجوده جوه منطقه الجزاء قل، بالبلدي بقى انفولد في اللعب اكتر، فموجود بره البوكس اكتر بكتير. لمسات جوه المنطقه قلت، التسديدات من جوه المنطقه قلت، وبالتالي الاكسبكتد جولز قلت. يعني المشكله مش هل الكوره بتوصل لصلاح، لان الارقام دي بتثبت ان الكوره لسه بتوصل لصلاح عادي. السؤال هو هي بتوصل له فين وبيعمل بيها ايه؟ وده بقى اللي هياخدنا لبره عن التهديف، نخش في صناعه اللعب. وهبدا هنا بالاكسبكتد جولز او الاسيستات المتوقعه. موسم 23 24 الاكسبكتد جولز او متوقع صناعه الاهداف لصلاح خلال 90 دقيقه كان 0.27، اما الموسم الاستثنائي 24 25 كانت النسبه 0.24، والموسم المنقضي 25 26 النسبه دي انخفضت لحد 0.22. هو في انخفاض بس بص حجمه، من 23 24 0.27 للموسم المنقضي 25 26 0.22. الانخفاض ده 19% بس، بينما الاكسبكتد جولز او التوقع الاهداف قل بنسبه 55%. صناعه اللعب قلت بنسبه كام؟ 19%. الاكسبكتد جولز قلت بنسبه كام؟ 55%. وده معناه بالبلدي ان صلاح فقد جزء كبير قوي من خطورته في تسجيل الاهداف، لكن قدرته على صناعه الفرص لا، الرقم لسه صامت وما قلش كتير. وده اللي يخلينا نخش في رقم اكتر معقد، هو التشانسز كرييتد، الا وهي الفرص المصنوعه. صلاح موسم 23 24 كان بيصنع تقريبا معدل فرصه 0.34 خلال 90 دقيقه، اما موسم 24 25 كانت النسبه 2.37، زياده بسيطه جدا. اما موسم 25 26 اللي هو المنقضي كان الرقم 2.05، يعني برضو مفيش انهيار كبير في معدل صناعه الفرص. انت بتتكلم في 12% بس لو قارنت 25 26 ب 23 24. فصلاح ككرييتور للتشانسز لسه موجود، لكن الرقم الاكثر تعقيدا اللي انا هكلمك عنه البيج تشانسز كرييتد في اختلاف شويه. بيج تشانسز كرييتد هي الفرص الكبيره المصنوعه. بص الارقام، 23 24 كانت النسبه 0.78، موسم 24 25 كانت النسبه 0.72، اما الموسم المنقضي 25 26 كانت النسبه 0.46. يعني انخفاض كبير بين البيج تشانسز كرييتد في موسم 25 26 لو قارناها بموسم 23 24. النسبه دي بتتكلم في 41%. فصناعه صلاح للفرص الخطيره او الكبيره قلت، ولكن لسه مش بنفس الانهيار في ارقامه في التهديف. انت بتتكلم في 41% وارقامه في التهديف قلت بنسبه 55%. شويه شاي حلوين بقى عشان انا صدعت. وده ياخدنا لعدد الاسيستات نفسها اللي صنعها صلاح في الثلاث مواسم. موسم 23 24 معدل اسيستات صلاح خلال 90 دقيقه 0.36، اما موسم 24 25 النسبه كانت 0.48 خلال 90 دقيقه، اما موسم 25 26 فالنسبه كانت 0.29. يعني مقارنه 25 26 بالموسم الاستثنائي النسبه قلت، نسبه الاسيستات قلت تقريبا 40%. بس لازم نفرق بين الاسيست نفسه اللي انت بتعمله لزميلك والمتوقع من الاسيست او الاكسبكتد اسيست نفسه.
الاسيست في النهايه بيعتمد انت بتدي لزميلك الكوره هو بيعمل بيها ايه. اما الاكسبكتد اسيست هو بيقيم جوده صناعه الفرصه، وعشان كده الاكسبكتد اسيست بتاع صلاح نازل بنسبه. يعني بمعنى الحته دي ان صلاح لسه بيقدر يشارك في اللعب، والحته الابداعيه اللي بره عن التهديف لسه موجوده وما ظهرتش قوي. نخش على ثالث حاجه في التقييم وهي المراوغات، والحته دي بالذات مميزه جدا واسمعها للاخر. خلينا نبدا بالسكسسفul دريبلز وهي المراوغات الناجحه. صلاح موسم 23 24 كان نسبه مراوغته خلال 90 دقيقه 0.96. موسم 24 25 كانت النسبه 1.55، يعني اكتر من مراوغه ونص في الماتش الواحد. اما موسم 25 26 كان 0.8. لو قارنت صلاح بالموسم المنقضي او الموسم المنقضي بالموسم الاستثنائي فهتلاقيها انخفضت بنسبه 48%. لكن الصراحه ما ينفعش اقارنها قوي بين الموسم الاستثنائي ده، لانه اصلا كان موسم استثنائي لصلاح في كل حاجه. لكن لما هقارنه بموسم 23 24 اللي هو موسم يبدو جيد لصلاح، فالنسبه قلت بنسبه 17%. فالحته دي ما بتديناش مؤشر لاي حاجه. لو عايزين نخش التفاصيل اكتر نخش في السكسسفul دريبلز ببرسنتج، بنسبه. يعني مثال موسم 23 24 نسبه مراوغات صلاح الناجحه كانت 35%. اما الموسم الاستثنائي 24 25 نسبه المراوغات الناجحه كانت 44%. نيجي بقى على الموسم السيء 25 26 نسبه المراوغات الناجحه انخفضت ل 26%. ففي فرق واضح في ان هو حتى نسبة نجاح مراوغاته مقارنة بالسنتين اللي فاتوا قلت بشكل كبير قوي. وده ياخدنا بقى لسؤال، هل صلاح بطل يحاول يراوغ؟ المفاجأة لا، والارقام برضو بتقول كده. تعالى نبدأ موسم 23 24 تاني. صلاح عمل خلال ال 90 دقيقة في الموسم 23 24 2.7 محاولة في الماتش الواحد. موسم 24 25 حاول بنسبة 3.5 في تصاعد. موسم 25 26 عدد المحاولات كان 3 بالظبط. يعني صلاح في الموسم المنقضي كان بيحاول اكتر اصلا من موسم 23 24، لكن نجاحه في المراوغات هو اللي قل. مش انه بيحاول، مش محاولة المراوغة هي اللي قلت، نسبة نجاح المحاولة هي اللي قلت. يعني بالبلدي صلاح ما بطلش يخش واحد على واحد على الباك اللي عنده او اللي قدامه، لا هو بيدخل المواجهة، لكن قدرته على تخطي الباك ده هي اللي تراجعت. وده ممكن يكون ليه اكتر من تفسير. طبعا العمر والعامل البدني عامل مهم قوي في الارقام دي. طريقة استلامه للكورة ممكن تكون اصلا اختلفت، طريقة دفاع الخصوم قدامه برضه ممكن تكون اختلفت، او ادواره التكتيكية نفسها هي اللي اختلفت. بس الحقيقة انا مش قادر اوصل للتفسير المباشر، انما بعد الارقام دي على الصعيد المراوغات لا هي قلت بنسبة كبيرة جدا. نجاحه في ان هو يراوغ قل بنسبة كبيرة جدا. هو ما بطلش، هو لسه بيبطل بس بقى بيخفق اكتر من الاول. واللي بيأكد نفس الارقام هي المواجهات المباشرة مع كل لاعب. وهنا بكلمك على الصراعات الارضية والهوائية. صلاح في موسم 23 24 كان بيكسب تقريبا 2.70 صراع في ال 90 دقيقة. في موسم الاستثنائي 24 25 كان بيكسب 3.38 صراع في ال 90 دقيقة. اما موسم 25 26 الموسم المنقضي الرقم كان 2.51 صراع بيكسبهم في ال 90 دقيقة. اللي هيفهمنا اكتر البرسنتج من النجاح في الصراعات الهوائية او الصراعات عامة بشكل عام. فموسم 24 25 كانت نسبة فوز صلاح 33.8%، وموسم 24 25 كانت النسبة 40%. اما موسم 25 26 النسبة قلت ل 29%. وده بيأكد اللي قلناه من شوية ان مراوغات نجاحها قل وكسبانه للصراعات قلت. وده بيدينا باترن واضح ان المواجهات الواحد على واحد صلاح بقى بيخفق فيها بشكل كبير جدا. واللي بيأكد برضو الكلام ده هو رقم تاني، وهي عدد المرات اللي بياخد فيها الخصم او الباك اللي قدام صلاح الكورة منه. فموسم 23 24 صلاح كان بيتاخد منه الكورة 2.09 في 90 دقيقة. موسم بقى 24 25 كان الرقم 1.79، يعني صلاح كان افضل من موسم 23 24. اما الموسم المنقضي 25 26 نسبة انه الباك او المدافع عليه ياخد الكورة زادت ل 2.09. بص الرقم لوحده مش كارثي، لكن لما نحطه جنب نسب مراوغات اقل ونسبة كسبانه للصراعات اقل ونسبة السكسسفul دريبلز او المراوغات الناجحة اقل، كده الصورة بتبقى اوضح اكتر. صلاح بيخسر كتير في الحتة دي. بعد الارقام الكتير بقى دي كلها في سؤال مهم، هو صلاح بعد الارقام دي كلها تراجع فعلا جدا ولا لا؟
والاجابه موسم المنقضي 25 26 مقارنه، سيبك من الاستثنائي، مقارنه ب 23 24 في تغييرات كتير جدا. اجمالي اللمسات قلنا انها زادت بنسبه 6%، لكن لمسات جوه منطقه الجزاء قلت بنسبه 15%. انا هنا بعمل مقارنه بين السنتين. التسديدات قلت بنسبه 30%، الفرص الكبيره المصنوعه قلت بنسبه 41%، الاكسبكتد جولز قلت بنسبه 55%، التسديدات على المرمى قلت بنسبه 60%، والاهداف نفسها انخفضت بنسبه 55%. من الاخر صلاح بيلمس الكرة اكتر بكتير، لكن فعاليته وتهديده للمرمى قل كتير جدا. صلاح بقى بيشارك في صناعة اللعب اكتر من تهديده للمرمى، حجم فرصه قل، وجوده في منطقة الجزاء قل، عدد تسديداته قلت. فالمشكلة ان صلاح ما بقاش صلاح الهداف اللي بيكسر ارقام، بقى بيشارك اكتر في صناعة اللعب. يعني الجانب الابداعي لسه موجود، وجوده في منطقة الجزاء اقل بكتير، عدد التسديدات نفسها اقل بكتير، نسبة التسديدات على المرمى برضو اقل بكتير وانهارت، ومواجهاته الفردية نفسها بقت اقل نجاحا. فبالتالي بعد كل الارقام دي محمد صلاح مش هيقدر يجاري النفس بتاع الدوري الانجليزي. عقد السنتين اللي انا كنت بتمناه في نادي زي استون فيلا او نادي متوسط جدول برايتون او نادي في انجلترا، حقيقة الامر ان صلاح نفسه مش هيقدر يجاري ومش هيقدر يوصل للارقام اللي عملها مع ليفربول. وجوده في البريمير ليج كان بالامانه هيحرقه. الارقام منهاره بشكل كبير جدا، صلاح بقى اكتر بيشارك في اللعب اكتر من يجيب ارقام او يسجل اهداف، فما كانش هيكسر ارقام مش في الدوري الانجليزي، الفيلم ده كان هيخلص. بس لسه شايف انه بكل اللي انا قلته لك ده كان يقدر ياخد سنتين تانيين في اوروبا في فرق كبيره زي ايطاليا او المانيا، في دوريات زي دي رتمها اقل من البريمير ليج، هيشارك في صناعه اللعب اكتر من يهدد المرمى بتسديدات، وهيفضل موجود في الشامبيونز ليج. اختيار تركيا انا ما بقولش ان هو سيء، هو ممكن يكون حسابها بفلوس، حسابها ان هو عايز يريح دماغه بعد المجهود اللي قضاه في اوروبا، عايز يركز اكتر مع منتخب مصر، عايز بلد قريبه من مصر جغرافيا. ما اعرفش السبب اللي ممكن يكون لاجئ ليه محمد صلاح، بس الاكيد بعد كل الارقام والمقارنات على مدار الثلاث سنين ما يقدرش يكمل في البريمير ليج كنفس، بس يقدر يكمل في ايطاليا مثلا، يكمل في المانيا، كان يقدر يرجع روما، كان يقدر يلعب في يوفنتوس، كان يقدر يرجع اي نادي حتى في ممكن يلعب، مش هقول بايرن ميونخ بس ممكن كان موجود حتى في دوريات تانية، مش دوري فرنسي برضو، ممكن نادي اقل من باريس مثلا، ليون مثلا ولا مارسيليا. انما الحدفه بتاعت تركيا دي لا، كانت شويه عليها شويه. صلاح كان لسه ممكن سنتين تانيين في اوروبا مستريح، حتى لو مش هياخد المرتب اللي بياخده دلوقتي في تركيا او اللي كان بياخده في ليفربول. حسه شويه لجأ للكومفورت زون او الاختيار الهادي. دوشه قوي الارقام ودوشه قوي الحاجات اللي اتكلمنا فيها، بس بصراحه هي الوحيده اللي بتجيب لك من الاخر، هي اللي بتعرفك اللعيب ده تمام ولا مش تمام، تمام في المنظومه دي ولا مش تمام في المنظومه دي، يقدر يجاري ولا ما يقدرش يجاري. انا السن بالنسبه لي ما يبقاش اهم معيار، على قد ما بشوف ان الارقام الفرديه للعيب هي اللي بتقيم. فعشان ما نعيدش كلامنا تاني، احنا بنوصل في الاخر ان صلاح بكل الكلام ده كان لسه في سنتين في اوروبا يقدر يأديهم. طبعا طولت عليك جدا، بعتذر لك لو صدعتك، بعتذر لك لو شربت اكتر من كوبايه شاي، بس هي الحلقه دي ممكن تتفرج عليها على مدار مرتين ثلاثه عادي. انا شخصيا خدتها وان شوت وقلت نتكل على الله. بس نشكر الاي اي اللي ساعدنا كتير قوي ان احنا نقدر نقيم ونحلل الارقام دي. في النهايه بشكرك لو كملت للاخر، ما تنساش السبسكرايب لاول مره تشوفنا، فعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، كومنتات لو انت في حاجه عايز تتناقش فيها في الحلقه، واهم بقى من كل ده اللايك يا صاحبي. احنا لايكاتنا مش ماشيه خالص مع الفيوز ولا عدد السبسكرايبرز اللي بيزيد. بجد لو عجب الكونتنت والحلقه دي اعمل لايك، ما تنساش اللايك. في النهايه كان معكم احمد حسن من مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.